باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. رسالتك النهاردة بشفاعة القديس العظيم مريمينا العجايبي، بركة صلواته وشفاعته تكون معانا كلنا. بيطمن قلبك برسالة جميلة مخصوص علشانك انت، وبيقولك يمكن تكون فتحت الفيديو ده صدفة، لكن جواك إحساس إن الكلام ده معمول علشانك أنت، علشان اللحظة اللي حسيت فيها إنك تعبت ومحدش فاهم اللي جواك. لكن النهاردة هتفرح وهتطمن، لأن رسالتك جاية من قلب مليان حب من يسوع المسيح إلهنا القدير. هو شايفك حتى في اللحظات اللي حسيت فيها إنك مختفي وسط الزحمة، وشايف وجعك اللي مريت بيه ومداريه ورا ابتسامة، وسامع الصلوات اللي قلتها بصوت واطي أو حتى معرفتش تقولها، وبيقولك اطمن يا ابني، أنا لم أتركك يوما واحدا. فاكر الأيام اللي عدت عليك تقيلة، لما كل حاجة كانت ماشية عكس اللي انت بتتمناه؟ يمكن سألت ليه يا رب، لكن الحقيقة ان في حاجات كانت بتترتب ليك في الخفاء، أبواب اتقفلت علشان طريق أفضل بيتفتح ليك. صدق ربنا هيفرح قلبك وهيبعت لك سلام مفاجئ وراحة بال واطمئنان. يمكن انت شايف نفسك ضعيف، لكن رب المجد يسوع شايف انك قاومت اكتر مما تتخيل. كل مرة قمت بعد تعب كانت قوة واتحطت جواك. اسمع، كل تأخير مش معناه رفض، ولا كل وجع خسارة. احيانا الحياة بتتغير بالكامل في لحظة واحدة بس. يمكن خبر حلو جايلك في الطريق، يمكن بداية جديدة قريبة جدا، يمكن فرحة كنت فاكر إنها مستحيل تتحقق. لأن إلهك بيعمل حتى وإنت مش شايف، بيغير الظروف ويجهز لحظات تخليك تقول دلوقتي فهمت. إنت مهم جدا عند ربنا، وحياتك ليها معنى أكبر مما تتخيل. كل دمعة اتسجلت وكل صبر اتحسب، ولا لحظة ألم واحدة راحت هدر. فاطمئن وخد نفس عميق، وسيب الخوف والقلق، وسلم اللي شايل همه للي قادر يشيلك. وافتكر دايما القصة لسه ما خلصتش، اللي ابتدى معاك إلهك هيكمله. ما تبصش على إمكانياتك ولا على قدرتك المحدودة، خلي عينك دايما على مسيحك، وما تبصش على الأحداث اللي بتحصل حواليك. ركز على قدرته الغير محدودة، وإمكانياته العظيمة اللي مفيش زيها. ثق في إلهك واترك كل شيء بين إيديه، وتأكد إنه هيتدخل ويغير الواقع الصعب اللي حواليك ويفرح قلبك. مهما كانت حياتك مرة هيحلها، لأنه مش هيهون عليه يسيبك حزين كده. هيتدخل بإمكانياته هو وبقدرته الغير محدودة، ويصنع معاك المعجزات، ويكمل كل نقص، ويجدد كل شيء. اطمن وافرح، وسلم كل شيء في ايديه، وتأكد ان كل شيء هيتبدل للأفضل عندما يصل ليد الله القدير ضابط الكل. هيستجيب وهيعوضك وهيخلق لقلبك فرحة كبيرة، لأن كل شيء مستطاع عند الله، وأنت لا تكن إلا فرحا. ثق إنه هيمشيك على مرتفعات ولا يمسك سوء. إلهك يسوع المسيح شاعر بيك، وعينه عليك لا ينعس ولا ينام. ضابط الكل
لن يتركك، اتسند عليه واتطمن بيه. كل الأمور تعمل من أجلك ومن أجل راحتك. يسوع صانع ليك أمرا جديدا، استنى أجمل تعويض منه. هيحقق حلمك، ثق فيه. اللي جاي بإيدين ربنا عمره ما يخوف. هتتحل من عنده بأحسن بكتير ما انت مرتب لها، وهتلاقي أخبار حلوة جاية ليك من حيث لا تتوقع. ما تشغلش بالك هتتحل ازاي. اللي مستحيل في عينك يسوع قادر يحوله المعجزة، وانت مش هتهون عليه. هيرتب ليك كل الأمور. والنور افتكر دايما انه بيظهر بعد الليل الطويل، والفرح هيبدأ معاك من دلوقتي. يسوع هيملى حياتك فرح وسلام وراحة بال. هو يسوع المحب اللي دايما موجود وياك. فليه تشيل الهم؟ ليه تنسى انه دايما جنبك ومعاك وفيك وبيطمن قلبك؟ بيديلك الأمان وهيغير حياتك زي ما كتير حياتهم اتغيرت بوجود يسوع المسيح معاهم. هيغير حياتك انت كمان للأفضل، زي ما غير حياة المفلوج وما كانش مصدق من كتر الفرحة، لأنه ما كانش بيمشي بقاله 38 سنة، وزي الأعمى من يوم ميلاده. ويسوع القدير خلق ليه عينين رغم رأي الناس والطب إنه ما ينفعش يشوف ومفيش فايدة، وإزاي يتخلق ليه عينين. لكن إلهنا القدير ما عندوش مستحيل، صانع المعجزات. حتى الموت قدر عليه وقوم لعازر بعد أن أنتن. أنت كمان يا ابن يسوع المسيح القدير، مهما كان حالك ومهما كانت ظروفك صعبة، هيتدخل وهيدخل الأفراح لحياتك، وهيطمنك في موضوعك اللي شاغل بالك، وهتتأكد إنه لا يستحيل عليه شيء. فاهدى وارتاح. الدنيا ممكن تكون تعبتك وحمل تقيل كان عليك، لكن في صوت هادي بيقولك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فكن مطمئنا جدا. آمين. يا رب يسوع المسيح، من أعماق قلوبنا بنشكرك على محبتك وعطفك وحنانك وكرمك علينا. بنشكرك لأن احنا ولادك وعلى اسمك. بنشكرك يا رب لأن امتياز عظيم لينا إن احنا نقف في حضرتك ونصلي وانت تسمع لينا وتستجيب. يا رب من فضلك في نهاية رسالتي بضع كل كلمة سمعناها النهاردة بين ايديك، وبطلب منك ان كل قلب محتاج تعزية يلاقيها، وكل قلب مكسور تلمسه بحنانك، وكل انسان فقد الامل تزرع جواه رجاء جديد. يا رب من فضلك افتح الابواب المغلقة وسهل كل طريق صعب، واشفي كل مريض وعزي كل حزين، وطمن كل إنسان خايف من بكرة. يا يسوع، لو في حد بيسمعني دلوقتي ودموعه نازلة ومش قادر يحكي لحد، انت عارف حكايته وعارف وجعه. من فضلك يا رب امسح دموعه وطبطب على قلبه وقوله أنا معاك ما تخافش. يا رب بارك بيوتنا وأولادنا وأحبابنا، واحفظنا من كل شر وشبه شر، واملأ أيامنا بسلامك وفرحك. ويا أم النور، في أيامك المباركة دي صلي من أجلنا، وخلي صلاتك قدام ابنك يسوع المسيح، واطلبي منه يدي كل قلب متضايق تعزية، وكل قلب منتظر معجزة إيمان وصبر. يا رب من فضلك كن معانا، ما تسيبناش. يا رب اجعل الرسالة دي تكون سبب بركة وتعزية لكل شخص سمعها. شكرا ليك لأنك دايما بتسمع وبتستجيب، ولك الكرامة وكل المجد. آمين. وبركة وشفاعة القديسة العذراء مريم،
وقديس مريمينا العجايبي تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم ويعوضكم بكل الخير. وإذا كانت كلمات الرسالة لمست قلبك، اكتب أمين يا رب في التعليقات وشاركها مع من تحب، يمكن توصل لحد كان محتاج يسمعها زيك. آمين.